سؤال اخر مولانا برضو ارجوك، يعني انا اتفضل سعيد اتفضل. بفساحك لصدرك لجهلي. حاشاك. كل الاخوه المذيعين اللي كانوا بيذيعوا هذه الطقوس وكل الكلام اللي بيتقال هو ذكر لسيدنا الحسين، وقلما نجد ذكر للرسول عليه الصلاه والسلام في هذا اليوم كله. ايه الحكمه؟ لا يعني بالحقيقه ده مش اتهام، ولكن هو محاوله للفهم يعني. بالحقيقه نحن لولا رسول الله صلى الله لولا رسول الله صلى الله عليه واله كان في حسين وكان في لا طبعا. الموضوع انك لا يمكن ان تفصل حلقه عن سلسله تتصل برسول الله. حسين مني وانا من حسين، اوضح من هذا الكلام بعد فيه. لا يظنن احد ان الاهتمام بالحسين نوع من اغفال لرسول الله، والعياذ بالله. رسول الله، خذها مني علنا امام المشاهدين جميعا، افضل مخلوق في الكون، مش في الكرة الارضية. يمكن ان نجد مخلوقات لا نعلمها، رسول الله خيرة خلق الله، افضل من اشرف الملائكة. هذا امر محسوم مبتوت. لكن خل نفرق بين الافضلية والخصوصية. مثلا الحسين من خصوصيته أن جده أفضل من جد النبي، صح ولا لا؟ جده رسول الله أفضل من جد النبي عبد المطلب. بالضبط. هذه خصوصية للحسين، لا توجب أفضلية للحسين على أحد كرسول الله مثلا، أو أبيه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الموضوع أن هناك فاجعة حصلت. سهل يعني أن تعتقد من السهل أن يحمل الإنسان رضيعا بين يديه، رضيع فيحلقم بالسهم بين يدي أبيه فيمتلئ كفا الحسين دم من ولده الرضيع. في فاجعة تضغط على الوجدان والعاطفة، ناهيك عن الفكر الذي نهض به أبو عبد الله. ثم هو رجل ينعى نفسه، طلع من سار معنا استشهد ومن تخلف عنا لم يبلغ الفتح. شو الفتح؟ هو كان يسعى وراء سلطة تنفيذية والعياذ بالله. الفتح هو هذا الحضور الدائم للحسين على المستوى الفكري، على المستوى العاطفي، على المستوى الوجداني. نفهم مكانة سيدنا علي بن أبي طالب عند إخواننا الشيعة. نعم، هي مكانة كبيرة. لا عند الجميع. لا، ونفهم أيضا هذه المكانة عند الجميع. ونفهم أيضا مكانة له مكانة مميزة جدا عند الشيعة. قتل علي، لماذا لا يحدث يوم مقتل علي او نقيم عزاء يوم مقتل الامام؟ مش زي خصوصية الفاجعة. لا، مش زي الحسين. ما هو هذا الرجل قتل ايضا وهو يصلي وهو خليفة هو. لماذا الحسين له هذا الاحتفال الكبير؟ هون بدك تسمح لي بدقائق ان استرسل لايصال فكرة جدا دقيقة. كيف يكون لله الحجة على الخلق؟ شوف يا استاذ عمرو، في اللحظة التي تنعدم حجة الله عليك لا يعود هناك من مبرر للخلق، لأنك ستقف يوم القيامة تكون حجتك أقوى من حجة الله والعياذ بالله. عندما يحتج الله على الخلق يحتج بأناس خيرة من خلقه، يكونون هم الخيار. أين تكون الحجية على الخلق؟ يكونون. لماذا لم يتحرك الإمام الحسن؟ لأن حجيته لن تكون بدرية تامة في مقابل معاوية، لأن معاوية كان قادرا على الالتفاف بمكان ما على نهضة الإمام الحسن. أما مع يزيد أصبحت حجية الإمام ظاهرة. المراد أن يسقط. أنا أستطيع أن أزعم أن أول صدمة دموية استشهادية في الإسلام هي التي قام بها الإمام الحسين عن سابق ترصد وتصميم، كأني بأوصال هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. نعى نفسه الرجل. هذه الفاجعة. يقتل الإمام علي، قتل منفردا. الإمام الحسين قتل ومن معه، في حالة أرادت السلطة آنذاك أن تقمع بشكل دموي حاسم أي نهضة أو أي حركة يمكن أن. ولذا مين اللي لقط المسألة؟ عبد الله ابن مطيع العدوي، ابن يعني رجل عم يدافع عن مصالحه. قال انظر يا أبا عبد الله، إن أنت قتلت لن يبقى لأحد من العرب حرمة، لأنه اللي بيقتل ابن بنت النبي يستطيع أن يقتلنا جميعا.
فإذا هذا ينظر إلى الحسين باعتباره خط دفاع متقدم عنه وعن مصالحه. ولذا عندما بويع ابن الزبير عبد الله بن مطيع العلودوي مشي معه وتولى له الولايات وقتل من قتل. لما هو قتل الرأس فالباقي الموضوع موضوع نهضة الحسين سلام الله عليه ماذا تركت في الأمة، هذا محور بحثنا. يعني في